المهم قصه انس اسامه يا جماعه باختصار. مرات انس اسامه كانت في النادي، وطبعا هي ليها اخت بتلعب برضه في النادي وليها انس اسامه، فبتخلى بتتكلم بعشم مع مين؟ مع احمد. قالت له انت عارف ان انس اسامه بيحب النادي وبتاع والدنيا والدين، فبعد اذنك يعني ايه، يعني جددوا له العقد وبتاع وانجزوا، ويعني وسووا الامور. انت عارف ان انس بيحب الزمالك ولاوا الاول والاخير للزمالك. واختي قال لها ايه تاني؟ قالت له اختي معلش ايه، يعني صعدوها فريق اول والدنيا والدين. قال لها انت كده بقى ليكي طلبين، يبقى ايه ما كده ما تقوميش من على حجري. قالت له انت بتقول ايه؟ اقسم بدين زي ما بقول لكم كده. قال لها يبقى كده ما تقوميش من على حجري. ابن الشمام التاني، ابو نص لسان المتخلف عقليا. حاجه كده قمه القهر والسفاهه. على فكره اقسم بديني الكلام ده لو حد ليه حد قريب من انس اسامه او من اصدقاء انس اسامه هيسمعه. تمام. لكن جاء الوقت ان كل الملفات دي يا تتفتح على فوكس، البحري انا عشان بس الناس لو طلعت. وانا بحلف حد بالعظيم. يخلي انس يتكلم. ما هو خلاص انس راح الاتحاد، هخليه يفضحه بقى ما انا ويطلع جاي الكلام لك ده. اهو. الموضوع ولع اول ما انس اسامه قال ويديني ما انا قاعد في نادي الزمالك نهائي، وكان واخد القرار النهائي ان هو هيمضي في الاتحاد. وبالفعل ما جددش عقده مع الزمالك وما وقعش ولا عمل اي حاجه. وكان العقد الابتدائي اللي طلع مرتضى منصور على راي رشا بدر مرات جمال حمزه يقول لك ايه، بيطلع بورق الجبنه. تفهمني؟ بيطلع بورق الجبنه ويشتغل الناس اللي حواليه. طيب يا عم الحاج، طلع المعلم انس قال لك والله ما انا مكمل في نادي الزمالك، وادي واحد من اللعيبه كمان طفش. طيب في حاجه تاني؟ اه، في حاجات وفي محتاجات. موضوع كهربا، الناس كلها طبعا كهربا غلطان وكهربا عليه الفلوس وكهربا هيدفع كهربا مش هيدفع. كل الكلام اللي بيحصل ده بيخص النادي دلوقتي، فمش ده اللي احنا هنتكلم فيه. احنا هنتكلم في اساس الموضوع. ايه اللي وصل كهربا للمرحلة دي؟ او ايه اللي وصل كهربا مع نادي الزمالك؟ ما هو لازم برضو نكون واقعيين يا جماعة ونفكر بالراحة. يعني هل كهربا فاشل في التفكير لدرجة ان واحد يبقى راح منتخب مصر في قمة مجده في نادي الزمالك، لما طلع الخليج عمل قرشين حلوين من ورا نادي الزمالك واستفاد وخد هدايا من السعودية والكلام ده كله؟ هل من المنطق ان هو لما يرجع يخرب الدنيا بتاعته في نادي الزمالك من نفسه؟ مستحيل. طيب، نبدأها نقطة نقطة. الأول من مشكلته مع أمير بسبب البت اللي كان مصاحبها كهربا، وأمير نط في الصحوبية بتاعتها عشان يصاحبها. انت فاكر طبعا يا فوكس الفترة او المرة اللي كهربا جه وهو خارج من الماتش، راح تافف ناحية المدرج، وساعتها الاهلاوية طلعوها ترند ان هو بيتف على جماهير الزمالك. طلع كهربا راح قايل انا بتف على واحد او مجموعة بتشتمني كل ماتش، مجموعة بتشتمني كل ماتش. كهربا كان صادق في دي. على فكرة هم موجودين على السوشيال ميديا وفي وسطينا، ومحدش يعرف ان هم اصحاب شخصيين لامير مرتضى. ان بعد الخناقة اللي حصلت بين كهربا وبين امير بدأ يسلط عليه الناس في المدرج، لان امير غير ابوه. ابوه كل اللي هو بيعمله بيصدر اللعيب للجمهور، الجمهور يصدق يبدأ يشتم في اللعيب ويعمل عليه مشاكل، يبدأ اللعيب يتقفل يبقى عايز يمشي من النادي، يبقى مرتضى لما بيبيعه محدش هيقدر يلومه. امير كان في نفس المأزق هو مش عارف يمشي كهربا ازاي، مش عارف يخرجه ازاي وهو اهم لعيب عندك في الفرقه في الفتره دي. كهربا مره واحده مستواه نزل. كهربا مره واحده اول ما بيلمس الكوره لو عمل اوفر غلط بيتسب وبيتلعن في المدرج. ده على يد على فكره وقدام عينيا، والناس اللي كانت بتشتم انا عارفهم بالاسم. يعني ده حقيقي كان بيحصل. امير مرتضى منصور كان مسلط ناس صحابه كل ماتش بتشتم كهربا، بس الماتش كله في وادي وكهربا في وادي بسبب الشتيمه اللي هو عمال يسمعها من المدرج. لدرجه انها حصلت مشاكل اكتر من مره في مدرج نادي الزمالك بسبب الناس اللي بتشتم. لما ناس قالت لهم يا جدعان ما تسيبوه يلعب، ده ما بيلحقش يلمس الكوره وانتوا بتشتموه، هو لا عمل وحش ولا حلو لسه. وكان بيترد عليه انت مالك، انت خليك في حالك مالكش دعوه. دي كانت بدايه الازمه مع كهربا. طيب، وبعدين اللي حصل بعد كده ان الباشا نفس اللي حصل مع فتوح هو تيبيكال اللي حصل مع كهربا. كهربا مضغوط نفسيا زي ما حصل مع باسم مرسي، برضو كهربا مضغوط وهو واقف في التمرين، الباشا دخل اللي هو لازمته ايه للدخول او الاجتماع اللي بيعمله مع اللعيبه محدش عارف. المهم اول ما دخل
وانت بقى يا عم مش ناوي تبطل اللي انت بتعمله؟ الكلام متوجه لمين يا باشا؟ متوجه لكهربا. كهربا زيه زي اي عيل صغير في السن دوت، بدأ ينفعل. يا عم انت عايز مني ايه؟ انا قرفت منك، انا ابويا وامي بيشوفوا الكلام دوت وبيفضلوا يتريقوا عليا. يا عم ارحمني، يا عم انت كل ما تتكلم تقول كهربا والجواز العرفي والبنت اللي مصاحبها، هو مفيش غير كهربا في نادي الزمالك؟ انا هغور في داهيه وهسيبهولك ان شاء الله حتى اروح الاهلي. اقسم بالله العلي العظيم ان ده اللي حصل في نادي الزمالك، على مرمى على مرأى ومسمع من الصحفيين الاعضاء. ناس كانت موجوده في اليوم دوت، وفي الفتره دي لما الصحافه بدات تتكلم عن المشكله والخناقه، كل جماهير الزمالك كانت بتكذب عشان خاطر نادي الزمالك. ايه اللي تم مع كهربا بعد كده؟ انه هو خد السويتشيرت بتاعه خارج من التمرين، الامن بيمسكه، قعد يصرخ زي ما بيصرخ، بيزق في بتوع الامن، الامن راح ضارب كهربا. لعيب في نادي الزمالك بيتضرب من الامن ورئيس النادي شاهد. لما شاف كهربا بالمنظر ده هرب، هرب وطلع على المكتب، والامن خد كهربا بعد كده وطلع بيه على المكتب. لما الموضوع بدأ ينتشر عمل فيديو مع كهربا وهو بيهزر، وكهربا راح رافع صورته وقال لك مرتضى زي ابويا. دي كانت الفترة اللي حصلت فيها الخناقة بين كهربا وبين مرتضى منصور. كهربا كان بيلعب في الزمالك تحت التهديد. اه، كهربا كان في نادي الزمالك تحت التهديد باسم اخوه اللي كانت القضية بتاعته شغالة واللي كان ماسكها له مرتضى منصور. كهربا لما مشي من نادي الزمالك مشي من كتر اللي هو شافه، مش عشان النادي الاهلي، مش عشان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. نص اللعيبه بتاعتك اللي موجوده في الزمالك حاليا وبتلعب بروح اهلاويه، نص اللعيبه اهلاويه. قصه اهلاوي وزملكاوي، واللعيب ده اهلاوي واللعيب ده زملكاوي، قدام اكل العيش بتاعه ما بقاش بيفكر هو اهلاوي ولا زملكاوي، بقى بيهمه الجنيه. يبقى النهارده 90% من مشاكل نادي الزمالك بتقتصر في اسم واحد بس، امير مرتضى منصور. ليه؟ لان هو بقى مقتنع ان هو ابن رئيس النادي، المسؤول عن اللعيبه، المسؤول عن المستحقات، المسؤول عن اي حاجه بتخص اللاعب. فبالتالي مباح ليه ان هو يتكلم مع مرات اي لعيب في نادي الزمالك وهي مش هتقدر تتكلم. ده اللي هو مقتنع بيه. مقتنع ان اي واحده دلوقتي هيشاور لها عشان يصاحبها هتصاحبه. ده اللي هو مقتنع بيه. امير مرتضى منصور الانتقالات اللي فاتت بعد ايقاف قيد فترتين، بدل ما يجيب لي لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه كلاس ايه، رايح بيجيب لي لعيبه بتعتزل، ولعيبه منتهيه كلينيكيا، ولعيبه عندها اصابات مزمنه عشان يضحك علينا بيها، عشان يقول لك ايه؟ ان امير جاب زي الفيديو اللي عمله امبارح، يقول لك امير جاب فلان وفلان وفلان. اه، هو امير مسك من امتى مدير الكوره؟ معلش، لان من ضمن الاسامي اللي رصها كانت جايه من 2015، كان احمد سليمان هو اللي ماسك ساعتها. انت عديت اسامي كتير، بتثبت حاجات كتير. النهارده في تقديم الراعي بتاع التيشيرت انا شايف كومنتات، لان انا كده كده ما بتفرجش على اي حاجه هو بيكون موجود فيها. فشايف شويه كومنتات بيقول لك في اي تقديم اي رعاه بيبقى فيه بيئه محيطه بالموضوع دوت. هو منزل فيديوهات للعيبه، فانا مش عارف فيديوهات ايه للعيبه اللي هو نزلها. لما بتقنع الناس كلها لحد امبارح ان فتوح هرب عشان المنشطات، لحد امبارح بتقنع فتوح انه هرب عشان منشطات. النهارده انا حتى نزلتها في بوست، كنت افتكرت كلمه لاحمد سمير فرج لان هو عندي صديق عندي كان منزلها قبل كده، لما جه كذا لعيب قال لك ان ايه، اثبتوا ان هو بياخد منشطات او المنشطات طلعت ايجابي في التحاليل. فقال لهم خلي بالكم يا رجاله اللي بتوع الكوره، خلي بالكم يا رجاله لان الفياجرا بتطلع منشطات. انت خليتها حشيش، وخليتها مخدرات، وخليتها نسوان، وخليت اللعيبه، وبن شرقي كان في الفندق مش عارف معاه مين، واللي مش عارف مين فين بيعمل ايه. هو مش امير قافل برضه يا فوكس ولا هو فتح اليومين دول؟ انا نسيت ده امير قافل على الفرقه يا اسلام. ازاي بس انت بتتكلم ازاي ده امير قافل على الفرقه؟ معلش انا انا مش عارف منين بيشربوا حشيش وحريم. ايوه، انا سرحت، معلش وازاي سرحت، قافل على الفرقه؟ سرحت ان امير قافل الفرقه.
سرحت ان هو قافل على الفريق وقافل على اللعيبه، ومحدش من اللعيبه عنده مشاكل ولا اتخانق مع زيزو برضه الفتره اللي فاتت، عشان كده مستوى زيزو بيقع. بس احنا كدابين، وامير حلو وطيب وكويس. مرتضى منصور هو الاستقرار لنادي الزمالك طبعا، لان مرتضى منصور هو الوحيد اللي هيعرف يجدد لبن شرقي، وهيعرف يجدد لطارق حامد. رئيس نادي الزمالك بيطالب لعيبه نادي الزمالك تروح تجدد في التلفزيون، بيديهم ميعاد على حسه هو، عشان هم عبيد عندنا، عشان احنا النادي الذي لا يقهر. ما تقدرش تبعد عن نادي الزمالك، ولا تقدر ترفض امر لنادي الزمالك. فبالتالي اللعيب لازم يتهان بامه، والجماهير تتهان ويتداس على وشوشها، وتسمع اوسخ الالفاظ، ويطلع على القناه يقعد من الساعه 11 للساعه 5 الفجر عشان يحكي في قصص ويعيد في قصص. انا مالي انا بشيرين وحسام حبيب؟ انا مالي في قناه الزمالك، قناه بتاعت نادي رياضي بتاع 100 جنيه. الكابتن احمد مرتضى اللي مسكه الصالات، اللي راح جاب لك فتيات الذهب، هو النهارده فتيات الذهب دول كانوا فين يا جماعه؟ معلش، فتيات الذهب ايه اللي كانوا مغلوبين 33-0 دول؟ يعني ايه الرقم ده؟ يعني ايه ده؟ كانوا بيلعبوا جون مشترك؟ يعني النتيجه ديت المجمعه بتاعت الفرقتين؟ ما هو لازم يكون ده في حاجه غلط. ما هو الرقم ده كده، ده مش منطقي. انا متهيألي لو احمد مرتضى كلم صاحباته البنات كانوا يعملوا نتيجه احسن من ديت. في حاجه طب يا غلط. اسلام خلينا طب يا اسلام خلينا بس ناكد على معلومتين مهمين جدا. في بعض الناس بتشكك في كلامنا. انا عاوز اقول لكم اطمنوا يا حبيبي، انا ما فيش يوم وعدتكم بشيء وخالفت فيه. لما جينا نتكلم في نقطه التسريب اللي كان ما بين امير مرتضى واحمد مرتضى، العبد لله اللي طلعه، وهتلاقي اي فيديو مكتوب عليه تعالى بالزمالك من فوق. تمام، العبد لله اللي طلع الفيديو. تمام. ولما جيت قلت لكم مشكله رشا بدري مع امير مرتضى منصور، العبد لله اللي مطلع ده قبل كمان اللايف بتاعه، قبل القصه بتاعتها. والنهارده بقول لكم مشكله حمدي النقاز ومحاوله امير مرتضى منصور ان هو يعمل علاقه مع مراته، وده كان سبب ان حمدي النقاز يطلب مستحقاته. ولما مستحقاته اتاخرت، ماشي انا بقرا الرسائل يا جماعه. حاضر والله ما هتكلم ازيد من كده، والله حاضر انا مش هتكلم، بس خلاص يا جماعه حاضر. تمام. فمشكله زوجة حمدي النقاز اللي الناس ما تعرفوش، امير مرتضى منصور، عشان بس نخش نقفل على الكلام عشان ما اكررش تاني، عشان انا هروح اجهز لكم الفيديو وانزله عشان ايه؟ اشتري دماغي. تمام. عشان بس ما نوجعش كلامنا ونفضل نهري في المهر كتير. اخر بس حاجه عشان ننجز. امير مرتضى منصور اتصل بزوجة حمدي النقاز، وحمدي النقاز كان مع الفريق قبل ما نخش دوري المجموعات، كان عندنا ماتش وامير مرتضى ما سافرش. فراح بعت رساله لزوجة حمدي النقاز بيقول لها ايه انت فين ومش عارفه ايه، انت ما سافرتيش؟ قالت له لا انا ما سافرتش. قالت له انت كمان ما سافرتش؟ قالت له لا ما سافرت. طب انت عملت ايه في موضوع العيال مش عارفه ايه الدنيا والدين، وبدا يحكي معاه. طب ايه رايك انا عازمك على العشاء النهارده؟ قالت له انت تعزمني بصفتك ايه؟ قالت له بصفتي، قال لها بصفتي اللي احنا اصحاب. قالت له لا احنا مش اصحاب. تمام. قال لها خلاص انا سمعت ان التوانسه بيطبخوا كويس، ايه رايك تعزميني على العشاء عندك؟ قالت له انت وقح، انت اتجننت. تمام. قال لها لا انت فهمتي غلط، انا اقصد يعني لما حمدي يجي انا هاجي تعزموني عندكم. قال لها نصك، قالت له وحتى لو حمدي جه انت مالكش انت تخش البيت ده اصلا. قفل الموضوع على كده. هي كانت واخده له السكرينات. تمام. على فكره هي اتطلقت من حمدي النقاز دلوقتي، عشان بس تكونوا عارفين. المهم، زي برضه موضوع رشا بدر اتطلقت برضه من جمال حمزه، لان امير متخصص اتطلقي منه. انت مش عارفه ايه، انت ازاي عايشه معاه، ده بيلعب بديله وقصص وحوارات وشغل ايه، عبده الحنين. المهم قالت له انت ازاي، انت انسان وقح. فلما جاء حمدي النقاز من السفر ورجع مع الفريق، قالت له حصل من امير مرتضى منصور واحد اتنين تلاته. لا انا فاتح من بدري يا شيتوس والله، انا بس استعجلت لان انا عندي مشوار مهم وعندي حاجات معينه عاوز اخلصها. وبعد الناس وصتني يا شيتوس قالت لي ما تتكلمش باسماء عشان دي اعراض حريم، فحاول تقتصر الموضوع على الفيديوهات اللي انت هتنزلها على الفيس وانهي الموضوع على كده، يعني ما تحكيش كتير. تمام. فانا بحاول بقدر الامكان ايه ادندن حوالين الموضوع، يعني ايه بما لا يضر حد. اه حبيبي. اه تمام يا شيتوس، ماشي يا حبيبي. تمام. فرجع حمدي النقاز قالت له تعالى شوف امير مرتضى منصور باعت لي واحد اتنين تلاته. على فكره يعني زوجة حمدي النقاز شخصيتها قويه جدا. المهم حمدي النقاز طلع
قال للامير انت حصل منك 1 2 3، قال له لا ما حصلش ومش ما حصلش والكلام ده كله. فالمعلم كان حذف كل الرسائل من على الانستجرام، هي كانت واخده له ايه سكرين شوت، قالت له لا ده كده. وادي الرسائل كلها بتاع امير مرتضى منصور اهي. حمدي النقاز والله قال والله انا ما مكمل في النادي تاني، واخر ماتش ليا هلعبه بتاع مازيمبي الكونجولي، تمام، وهطالب بمستحقاتي، ولو ما رضوش يدوني مستحقاتي انا هقدم شكوى في الزمالك. وساعتها لقينا حمدي النقاز قلب قلبه غريبه على نادي الزمالك، وكل الناس كانت بتسال ايه اللي جرى لحمدي النقاز، ايه اللي بيحصل يا جماعه. هي دي اللي بيحصل ما بين السطور. لما بنسمع مشكله من هنا ولا مشكله، مش مؤامره، والله والله العظيم ما مؤامره على الزمالك، والله ما مؤامره على الزمالك، ده عشان البيه الخمرجي اللي فاكرها بلطجه، اي واحده ست تعجبه يروح يكلمها، اي واحده ست يروح يفشكل بينها وبين جوزها عادي جدا، زي ما عمل مشاكل قبل كده مع مين؟ عمل أنا مشاكل استنى يا قبل كده فوكس مع يا رشا فوكس بقى. يا فوكس ايوه يا يا فوكس يا فوكس، مساء صلى على الفل يا السلامه رجالة. يا جماعه. لو ازيك يا لو ماهر؟ لما احنا بنتكلم عن مرتضى وولاده والسمسرة في الصفقات وفضايحهم بنادي الزمالك، ولما رئيس النادي بيطلع يتكلم عن انه في لعيبه بيشربوا حشيش وبيتعاطوا مخدرات في النادي، يعني ده ما بيهدش النادي. لما رئيس النادي طلع قال ان اشرف بن شرقي كان جاب بنتين معاه في الفندق هو كارتيرون، ده ما بيهدش النادي. لما رئيس النادي طلع قال على حارس مرمى عندنا اسمه ابو جبل، قال لك ده كان عامل حفله عربده في الفندق، ده ما كانش بيهد النادي. لما طلع اتكلم عن احمد توفيق وقال لامك وكنت داخل لي النادي بشبشب، واحمد توفيق لعيب عندنا والارض ومش الارض، ده ما بيهدش النادي. لما بيلم اللعيبه زي الراجل الشرموط كده يلم العيال حواليه ويقعد يقول لك لي ده انت مصاحب كام بت، وانت متجوز ولا مش متجوز، وانت معاك شقه ولا مش معاك شقه، وجو الشراميط ده ما بيهدش النادي. قله الادب والوساخه اللي بيعملها كل يوم على القناه دي ما بتهدش النادي. شتمته للجمهور كل يوم والتاني وتقسيم الجمهور، وده ابيض وده مش ابيض، ده ما بيهدش النادي. شتمته لرموز النادي واحد واحد، ده ما بيهدش النادي. كل المشاكل اللي عاملها مع الدنيا كلها دي ومودي النادي في داهيه، ده ما بيهدش النادي. موارد النادي الماليه اللي وداها في داهيه والنادي ما بقاش عنده موارد، ده ما بيهدش النادي. هو احنا بس اللي بنهد النادي؟ الناس اللي بتعرض ليل ونهار دي ما بتهدش النادي؟ لما احنا نتكلم على حاجه اصلا يبقى احنا اللي بنهد النادي، واحنا اللي وحشين واحنا اللي كخه. يا عم ما تقفلوا النادي ده وتخلصونا، طيب اقفلوه ونخلص، يعني ما هو مش كده يا جدعان، مش كده. كل ما بتاع بقنا بتهدوا النادي، انتوا بتهدوا النادي. ايه ده؟ ايه بتهدوا النادي؟ بتهدوا النادي دي؟ بطل هد في النادي يا حسن يا احمد، اقفل الروم يا عم.